يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت، وجايلكم النهاردة بحلقة جديدة أتمنى من قلبي إنها تعجبكم. بس عايزة أفكركم، لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت كلنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتحكي عن إيه. اتجمعت هدى وجيهان وروان ومعاهم فاطمة اللي كانت حاضرة بذهنها وغايبة بعقلها المشغول في اللي ناوياه بتخططوا الجواد والطفلة الغبية. أنا مش عارفة انتوا مهتمين قوي كده ليه؟ ما نحضر بأي حاجة وخلاص. اخص عليك يا روان، ده فرح جواد والكل هيحضر، ازاي يعني نلبس أي حاجة؟ وجيجي قالت وكمان احنا ما صدقنا يدخل الفرح السرايا، بقالنا كام سنة ما فرحناش. هنا الحربية قررت انها تتدخل بعد ما فاض بيها الكيل. ما تقلقيش يا جيجي، الأفراح من هنا ورايح هتملى السرايا. وبصت لها بلقم وكملت أكيد أحمد جوزك هيلاقي عروسة حلوة في الفرح ويخطبها ويعمل فرحه بعد جواد. مش هو خلاص قرر يتجوز عليكي وهيجيب لك ضرة؟ اصفر وش جيهان ودمعت عينيها. حزنت هدى عليها وبصت لروان بغيظ لأنها عارفة هي اللي قالت لها على الخبر ده. طبعا انت فرحانة عشان هتيجي واحدة شبهك خطفت رجالة تاخد الراجل من على مراته وعياله، بدل ما انت قاعدة منبوذة من الكل كده. انتفضت فاطمة وقالت بغل اتلمي يا هدى بدل ما اجيبك تحت رجلي. اوعي تكوني فاكرة ان هزعل من كلامك لهبل ده. انا يا حبيبتي ما خطفتش حد، هما اللي اتحايلوا عليا وبسوا ايدي كمان عشان اتجوز جوزك، ولو ما كنتش عجبته ما كانش فضل معايا. شكلك مش عاجباه. قبل ما ترد عليها هدى انصدم الجميع لما لقوا حسن فجأة قدامهم وبيمسكها من شعرها واسترخى ملا المكان. جت ام جواد على صوتها وهي بتصرخ بألم وكان بيضربها بقوة وقال قلتلك 1000 مرة هدى خط أحمر. مين اللي بس ايدك؟ انا اتجوزتك غصب عشان خاطر ابن اخويا اللي هددتينا بيه، فاكرة؟ وهي عشان بنت اصول قبلت على نفسها ان يبقى لها ضرة. لولا ابويا كنت طلقتك من اول يوم. الحقوني هيموتني، والله لاخد ابني وامشي ومش هتعرفوا له طريق. جواد بصراخ حسن. وقف حسن وسابها من ايده وهو بيبص لاخوه بلوم بيتمنى ان هو يحس بيه. فكري بس تلمسي شعره من ابننا مش تاخديه وتمشي، وهكون انا اللي قاطع ايدك مش اخويا. عايزه تغوري من هنا تمام، كلنا نتمنى، انما ابن فريد التهامي مش هيطلع من سرايه ابوه. عايزه تاخديه فين ها؟ عايزه يعيش في الاوضتين اللي فوق السطوح اللي جوه العشوائيات اللي اتبلينا بيكي منها، ولا هتشغلي صبي ميكانيكي مع اخوك الحشاش؟ ضحكت على فريد ودخلت عليه بالحنجل والمنجل وقلنا خلاص نصيبه كده، ما تقولنا هنخلص منك، بس ابنه هو اللي كان شوكة في ظهرنا، هو بس السبب في وجودك هنا. لكن صدقني ومن غير حلفان يوم ما الكل هيطفح منك انا اللي هكون كاسر رقبتك ومطلعك هنا بطولك، سامعة؟ حتى من غير شنطة هدومك، وانت عارفة ان اقدر. بصيت له بغل وهي عارفة ان كل كلمة قالها قادر ان هو ينفذها. اتحركت من مكانها وهي بتقول مش هرد عليك يا جواد بيه، اذا كان المفروض جوزي واقف بيتفرج عليك وانت بتبهدل مراته يبقى انا حاضرة ادافع عن نفسي منكم لله. وجريت على غرفتها بمشهد تمثيلي. اللي حصل لكل ده يا ابني؟ وايه اللي رجعك من شغلك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وقبل ما ينطق حسن جواد رد عنه اتصلت بيه عشان يرجع ياخدني يا ماما، عندي شغل مهم في المصنع عايزة اخلصه قبل ما اروح انا وانت عند دهب. بصت للأم باستغراب وقالت هما مش هيجوا علشان يشوفوا هيغيروا ايه يا ابني زي ما اتفقنا؟ لا أجلتها لبكرة واحنا اللي هنروح النهاردة. انا خارج ساعتين وهرجع اخدك جهزي نفسك. سكت لحظة ووجه كلامه للستات وقال
لو بطلتوا نواح، حد فيكم عايز يروح معانا تمام، لو حابين تختاروا لبس من اللي مدام بوسي هتجيبه النهارده. بصت هدى لجوزها بحزن، اما روان بصت له بسعاده. انا هروح معاكم، بس هتصل الاول على مصطفى استاذنه. ربنا يخليك يا جواد. اما جيجي قالت بكسره، هشوف احمد هيوافق ولا لا، وهبلغ طنط. تعالي يا هدى، عايزك قبل ما اخرج. ثواني بس يا جواد، مش هتاخر عليك. دخل بيها غرفه المكتب وهو بيقول بحزن، مالك بس يا حبيبتي، بتعيطي ليه؟ مش انا جبتلك حقك؟ اوعي تكوني صدقتي كلامها. ولا عمر اصدق فيه حرف، بس رغم كده كلامها وجعني يا حسن. ضمها لي. سلامتك من الوجع يا قلب حسن. انت عارفه ان مفيش واحده ملت عيني وقلبي غيرك، يبقى لي الوجع بس. وبعدين بقى انا ما صدقت اللي حصل ده عشان اغضب من عندها كده 2-3 شهور. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. خلاص والله ما فيش حاجه، ده انا حتى بس هروح مع ماما عشان اشوف دهب وانقي فستان حلو كده للفرح. والله يا جواد عمل معانا معروف ورحمنا من اللفه على المحلات. يا حبيبتي حتى لو جواد ما عملش كده كنت هجيب لك اللي تشاور عليه تحت رجلك. انا عندي كام هدود. يلا بقى عشان ابو الاجاويد ما يعلقنيش. ساق حسن العربيه لاخوه وكان اخوه جنبه. اهدى يا حسن، مش كده، ده انت فرمتها يا جدع. كنت عايزه اطلع روحها. جواد بجديه، كل اللي عملته ده مش سبب كلامها. انت ما صدقت تلاقي حجه تفش غلك منها بعد اللي حكيتهولك امبارح، صح؟ ايوه صح. يعني لما انا شفتها اكتر من مره بتحاول تقرب لك ايام المرحوم فريد، ولما كلمتك وانت حكيت لي على اللي عملته كنت عايزه اخنقها، فما بالك بقى انها تعملها تاني وهي المفروض مراتي. حتى لو بكرهها بس برضو صعبه يا جواد. عارف انها صعبه بس ما كانش ينفع اخبي عليك. وبعدين ما انت عارف اللي فيها، احنا اخدنا محمود ابن اخوك حجه عشان تترزع معانا لحد ما نجيب اخرها هي واللي معاها. يبقى اتك على الصبر بقى. عارف والله عارف، بس مش قادره اتحمل. وكمان هدى حزنها بيقطع قلبي، وانت صممت معرفهاش الحقيقه. انت لو كنت حبيت كنت هتحس بيا. بلا حب بلا كلام فارغ، سبتهولك انت والنحنوح التاني، انما انا كده زي الفل. بس انا قلبي حاسس كده ان دهب هتوقعك على بوزك، بس انت قول يا رب. حسيت منين بقى يا حكيم عصرك؟ قلب الام بقى، ابو شكلك يا شيخ. وبعد ما خلصوا اللي وراهم مر على السرايا واخد ال3 مع امه وراح بيهم بيت دهب. ولما وصلوا لقوا توحيده في انتظارهم هي وبنتها. رحبوا بيهم بود وقعدوا في الصالون. فقالت ايمان، عامله ايه يا دودو؟ مبسوطه يا حبيبتي؟ دهب هزت راسها بخجل. تعالي بقى يا دودو نقعد في الجنينه كده نتكلم شويه على ما مدام بوسي توصل. جواد اتصل بيها واستعجلها وهي خلاص قربت توصل، وقبل ما ترد عليها قام جواد من مكانه. لا. بصوا للجميع باستغراب. انا عايزه اتكلم معاها على انفراد. في نط كده. الجميع استغربوا من وقاحته وكتمت البنات ضحكتهم. اما توحيده فبصت له بصدمه. حاولت ايمان انقاذ الموقف وقالت، ادخل اوضه المكتب اقرب بدل ما تطلعوا وتنزلوا. ما اهتمش جواد وقال، دهب. نعم. عرف موقعها من خلال الصوت، فاتجه ناحيتها ومد ايده ليها وبدون تفكير حطت ايديها الصغيره في ايده واتحركت مع ناحيه السلم. بعد ما اختفى عن الانظار فقت توحيده من صدمتها. ده اخد البت وطلع بيها. البت ما نطقتش ولا حتى اعترضت. الجميع ضحك عليها فقالت بغيظ، ابنك لف البت على صباعه الصغير في يوم يا حاجه، وانا بنتي هبله ومش هتقوله لا على حاجه. سبيق اخدها عليا توح، ما هي مراته برضه، وكلها كام يوم وهيتقفل عليهم باب واحد. فضلوا البنات يتهامسوا على وقاحة جواد وبراءة دهب تحت غيظ توحيدة. دخلت معاه غرفتها فمد ايده وقفل ورا الباب ودخل جسمها يرتعش.
سحبها من ايديها وضمها بحنان. وحشتيني يا ديبو. وبدون إرادة منها سندت راسها على قلبه وهي حاسة بأمان العالم. سحبت نفس عميق من ريحته وغمضت عينيها في أحضانه. ابتسم وضمها أكتر وقال جوه نفسه بداية مبشرة. وبعدين قال لها أنا أول مرة أدخل أوضتك ومش حافظ اللي فيها ولا عارفه، ممكن تعرفيني عليها؟ تعال أعرفك عليها. اتحركت معاه وهو محاوط وسطها بدراعه وبدأت تشرح له محتويات الغرفة وهو مركز معاها وبيحسب عدد الخطوات بين كل قطعة أساس زي ما هو متعود. ولما وصل لسريرها مايل عليه وفضل يتحسسه بإيده وقعدها جنبه وقربها منه. حاولت تبعد عنه لكنه قال لها واللي حاضره بس. على فكرة وحشتيني، انت على طول كده بتعمل حاجات عيب. أولا بلاش دموع، ثانيا بقى ده مش عيب. سمعوا صوت خبط على الباب فرد جواد بصوت حاول يخليه طبيعي. أيوه. احمر وش هدى بخجل بعد ما فهمت اللي بيحصل ورا الباب. مدام بوسي وصلت. 5 دقايق وهنحصلك. سحبها من ايديها وضمها بحنان. ما تعيطيش، هفهمك كل حاجة لما تيجي بكرة عندنا. ومغسلي وشك وعدلي شعرك بسرعة. بعدت عنه وقامت تنفذ اللي أمرها بيه. ارتعش جسمها لما وقفها نداه دهب. التفتت له وقال غير اللي انت لابساه ده والبسي عباية واسعة. حاضر. نزلت معاه وبصت لها توحيدة وقالت انت غيرت هدومك ليه يا بت؟ انا اللي قلت لها يا حاجة، مرات جواد التهامي ما بتلبسش محزق قدام حد غيري. كان السؤال البديهي اللي دار في اذهان الجميع هو ازاي عارف هي لابسه ايه. تعالي يا دهب وشوفي مدام بوسي جايبالك ايه، ده جواد متوصي بيكي على الاخر يا حبيبتي. دهب بسعاده كل ده عشاني؟ رد بود استغرابه الجميع. ولو عايزه ادهم 100 مره هيكونوا تحت رجليك يا دهب. بصت له توحيده بفرحه بعد ما حست بالاطمئنان وشافت السعاده على وش بنتها. قولي يا ابني كل ده انا جايبه لها شوار يجهز 5 عرايس والله. عارف يا حاجه، بس انا حابب مراتي تلبس على ذوقي. جواد بيه موصيني اجيب لك كل حاجه براند. بس وصاني بقى ان اجيب لك مقاس اكبر. واضح كده ان هو بيغير عليكي جدا وحقه صراحه. وبعد ما جواد وعيلته مشوا من عندهم ورجعوا السرايا قعدت دهب وامها وخالتها وسط كومه كبيره من الصناديق والشنط الفاخره. بسم الله ما شاء الله، ايه ده كله؟ ده شكل الواد واقع لشوشته يا دودو، ده ما خلاش حاجه غير لما جابها. مع اني متغاظه منه وهفرقع، بس بصراحه كده رفع راسي قدام الناس. الوليه ام عباس بتقولي الناس ملهاش سيره النهارده غير جواد والحاجه اللي شافوها نازله من العربيه، وطبعا فهموا انها الدهب. والله العظيم عايزه ابخرهم من العين. ايوه يا اختي بخريهم، الصراحه الاتنين الله اكبر عليهم يتحسدوا. بس جايب حاجات كتير غير اللي بقالي سنين بحوش فيه. كل ده هيروح فين؟ روان قالت لي يوم كاتب الكتاب انه اخد الدور التالت في السرايا كله لوحده، يبقى اكيد في اوض فاضيه. احنا نفرش على قد المكان ما يكفي، واللي يتبقى خليه زي ما هو مقفول في الصناديق ويتشال في اي اوضه، وقت ما تحتاج حاجه تبقى تاخدها. ولا ايه رايك يا دودو؟ مش عارفه. طب هشوف جواد هيقول لي ايه. توحيده بغيظ وهو ماله يا اختي؟ ايش حشره في الحاجات دي؟ خافت من هجوم امها. مش حضرتك قلتيلي اقول حاضر؟ زينب بغيظ لاختها. تعالي يا توحة عايزاكي في كلمتين. خدتها ودخلت الغرفه فانفجرت فيها زينب وقالت انت هبله يا وليه، انت كل اللي فهمتيه لبنتك الغلبانه انها تقول حاضر وبس. امال اقول لها ايه؟ ونكمل بكره.